السلام عليكم ورحمة الله. الموقع صوت العقاب تي في. الكتاب المعجزات القرآنية. الدرس الألقاب الواردة في القرآن حول حكام مصر القديمة. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن موسى عليه السلام هو النبي الوحيد الذي عاش في مصر القديمة، فقد عاش النبي يوسف عليه السلام قبله بعدة قرون. عندما نقرأ في القرآن القصص عن يوسف وعن موسى عليهما السلام يسترعي انتباهنا تفصيل معين، فالقرآن يستعمل لقب الملك عند حديثه عن حاكم مصر آنذاك، يعني عهد النبي يوسف عليه السلام. وقال تعالى: وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. بينما يستعمل القرآن لقب فرعون عند حديثه عن الحاكم في عهد موسى عليه السلام. قال تبارك وتعالى: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. وتخبرنا السجلات التاريخية عن سبب اختلاف اللقب بين هذين الحاكمين في مصر. كانت كلمة فرعون اسما يطلق على القصر الملكي، ولم يكن الحكام في العهود الملكية القديمة يستعملون هذا الاسم كلقب. أما استعمال كلمة فرعون كلقب فقد بدأ في العهد الملكي الجديد، وكانوا يستعملون كلتا الكلمتين من أجل إظهار الاحترام والتوقير. هنا يظهر الأسلوب المعجز للقرآن، فقد عاش النبي يوسف عليه السلام في العهد الملكي القديم، لذا لم يكن اللقب المستعمل عند حكام مصر لقب فرعون بل لقب الملك. أما موسى عليه السلام فقد عاش في العهد الملكي الجديد، أي في العهد الذي كان الحكام يستعملون لقب فرعون. ولا شك أنه لمعرفة مثل هذه الفروق الدقيقة يجب الإطلاع على تاريخ مصر القديمة. بينما ذكرنا قبل قليل أن تاريخ مصر القديمة بقي مجهولا لعدم القدرة على قراءة كتابتها القديمة التي انمحت تماما ونسيت وانقرضت في القرن الرابع الميلادي، واستمر هذا حتى توصل إلى حل رموزها في القرن التاسع عشر. لذا فلم يكن أحد يملك في العهد الذي نزل فيه القرآن أي معلومات مفصلة حول التاريخ القديم لمصر. وهذا دليل آخر ضمن الأدلة التي لا تعد ولا تحصى على أن القرآن كلام من عند الله تعالى. خلاصة: القرآن كلام الله. كل ما شاهدناه حتى الآن يثبت حقيقة واحدة جلية، أن كل ما جاء في القرآن هو الحق. فالحقائق حول الموضوعات العلمية والمعلومات التي وردت فيه عن المستقبل هي حقائق يستحيل أن تكون معروفة في الزمن الذي أعلنتها الآيات الكريمة، خاصة إذا ما نظرنا إلى المستوى العلمي والتكنولوجي الذي كان صائدا في ذلك الزمن. ومن الواضح أن هذا دليل جلي على أن القرآن ليس من كلام البشر. القرآن هو كلام الله القدير خالق كل شيء والذي وسع كل شيء بعلمه. وقوله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لا يقتصر فقط على علم تناقض القرآن فقط، بل يؤكد أن كل معلومة فيه تكشف يوما بعد يوم وجه من وجوه إعجاز هذا الكتاب المقدس. وما ينفع الإنسان حقا هو تمسكه بهذا الكتاب سريعا واعتباره الهادي الوحيد له. في إحدى الآيات يقول الله سبحانه وتعالى لنا:
وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوه لعلكم ترحمون. وقال في سورة الكهف في آية أخرى قال سبحانه وتعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقال في سورة عبس كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره. والسلام عليكم ورحمة الله.